السلام عليكم لكل متابعين قناتي، يا رب دايما تبقوا بخير. حابه ابدا الفيديو بتاعي زي كل مره بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا وما انساش ان انا اشكر متابعيني الكرام اللي دايما بيدعموني. شكرا ليكم. واتمنى الناس الجديده تشترك في القناه لو عجبها الفيديو او تعمل سبسكرايب. وتعمل اعجاب للفيديو طبعا. النهارده انا جايبه لكم فكره سهله وجميله وانطلبت مني كتير بصراحه، بس من فتره كده قبل شغل المعرض، وانا حبيت ان انا اقدمها لكم، وانا عامله منها اشكال كتير في المعرض اللي كانوا الناس اللي معايا اللي اتفرجوا على الشغل ده. انا هعمل النهارده خداديه على شكل اسماعيل. انا هعلمكم فيها حاجتين، هعلمكم الغرزه اللي هي غرزه السراجه العاديه، اللي هي ممكن تغني عن المكنه، وهعلمكم ازاي تعملوا الخداديه نفسها. انا هحتاج معايا قماش ده اللي هو القماش المهير، شايفين اللي هي طبقته ناعمه كده شويه. ماشي. المتر منه بيبقى تقريبا ب12 جنيه او حاجه. طبعا المتر ده يعمل كتير جدا، يعني ده كل ده كده نص متر اللي انا جايباه ده. آه انا هبدا اعمل ايه في الاول. انا هتني القماشه بتاعتي كده، وهبدا اجيب اي حاجه مدوره معايا، مثلا طبق، صينيه كبيره، وهحطها، وابدا ارسم المقاس اللي انا عايزاه بالقلم بتاعي. بالقلم، اجيب قلم وابدا احدد المقاس اللي انا عايزاه. طبعا انا محدده على واحده اكبر شويه، بما ان انا هعمل يعني خداديتين، فانا مجهزه واحده معايا اهي. طبعا انا بحدد الخداديه، بحددها وبعدين اقص يعني شايفين انا سايبه مسافه قد ايه من بعد القلم، اي مسافه يعني مش شرط كبيره او صغيره، علشان لما اجي اخيطها واجي اقصر واجي اقلبها ما تبقاش يعني صغيره او تبقى مش مظبوطه. طبعا ده الظهر بتاعها، ده الوش اهو، في لمعان شويه. فانا هعمل ايه بقى اهو كده. هبدأ اجيب، انا مجهزة معايا ابرة وخيط، وهبدأ اعمل كده. شايفين انا هدخل بقى اهي كده الغرزة، هقربها من بعضها جدا جدا جدا، علشان لما اجي اسحبها من الابرة تبقى عاملة زي غرزة المكنة. شايفين اهو. هو طبعا كده لما اجي اقلبها كده، بصوا تبقى عاملة ازاي. هتبقى مش مبينة ان هي غرزة دي طبعا، عشان اهي مش هتبين ان انا مخيطاها على ايدي اصلا، وهتبقى متينه، وهتبقى كويسه جدا ومش هتنقطع ان شاء الله. يعني الغرزه دي انا مجرباها في حاجات كتير جدا يعني. قلت لكم دايما طبعا انت لو عندك خياطه تبداي تخيطيها على مكنه الخياطه، ما عندكيش خياطه اعمليها زي ما انا بقول كده اهي. شايفين؟ وامشي امشي على الخط اللي انا عاملاه، اللي هو المدور، الدوران بتاع الخط اللي انا يعني حددته من الاول اهي. وكل ما اقرب الغرزه، شايفين، كل ما قرب الغرزة كل ما كان طبعا افضل واحسن. ولو عندك مكنة خياطة طبعا يكون افضل وافضل. بس انا دايما اقول يعني بخاطب الناس دايما اللي هم ما عندهمش مكنة خياطة او مش بيعرفوا يشتغلوا عليها، عندهم مكنة ومش عارفين يستخدموها، او ما عندهمش، مش كل الناس عندهم مكن في البيت. تمام اهي زي ما انتوا شايفين كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده انا خيطتها كلها اهي، كلها غرزة السراجة، وسايبة هنا مكان اهو فاضي. شايفين؟ ما خيطتهاش كلها بقى، لا سبت مكان فاضي، وده اللي بعمله في كل الخداديات بتاعتي اهو، علشان ابدأ اطلع منه الخدادية اهي كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهي. شايفين؟ هبدأ ايه الخطوة اللي بعد كده بقى؟ هبدأ اجيب فايبر، كلنا عارفين الفايبر طبعا اهوت. ماشي اهو. هبدأ افكه كده، وهبدأ احشيه في قلب الخدة دي من هنا، من المكان الفاضي اللي انا سبته هنا اهو، زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده اهو. زي ما انتم شايفين كده اهي انا عملتها كلها، وابدأ اوزعها كويس بقى فيها الفايبر. وطبعا الجزء ده هخيطه ازاي. طبعا الناس اللي متابعه معايا، المشتركين بتوعي، عارفين احنا بنشتغل الغرزة السحرية. يعني هعمل ايه؟ يعني هبدأ اجيب من هنا كده الطرف ده، واقوم مدخلاه هنا كده، ابدأه من هنا. تمام كده. وهاجي من هنا
اهي كده بالشكل ده، واخد هنا غرزة كمان عشان اقفل هنا، وهاجي من قدام الغرزة دي واقوم جايه واخدة غرزة كمان كده. الغرزة ديت انا هحطها لكم في صندوق الوصف، انا كنت عاملاها في ايه، في الجاكيت الشتوي. صندوق الوصف ده يا جماعة عشان في ناس برضو ما بتبقاش عارفاه، احب ان انا اوضحها. تحت العنوان بالظبط جنب العنوان بتلاقي فيه سهم صغير كده، ما تضغطوا على السهم الصغير ده بيظهر لك الفيديوهات اللي انا عاملاها كلها. يعني ببقى حاطه لكم مثلا في ناس ما شافتش روابط لفيديوهات معينه بتاعتي، اقوم جايه احطها لي اهو كده بالشكل ده، او الرابط اللي انا اقول لكم عليه مثلا هنا كده. بتبقى عامله زي غرزه المكنه، شايفين؟ ما بتبانش كده اهو. قوم جايه بس مقفله الغرزه بقى، تمام كده. اقصها بقى تمام كده اهي، بوزع فيها الفايبر كويس. طب ايه الخطوه اللي بعد كده بقى؟ هعمل بقى الاشكال بتاعتي اللي انا عاملاها. طبعا انا مجهزاها. طبعا ببدا استخدم ايه، ببدا استخدم، كلنا عارفين قماش الجوخ طبعا اللي احنا بنستخدمه، اللي هي الالوان كله بقى الوان، في منه الوان كتير. فانا بشوف الحاجات اللي انا عايزه استخدمها. يعني مثلا هستخدم معايا اللون الاحمر، انا جايبه بواقي منه طبعا عشان انا هعمل منه هعمل منه دوريات بتاعه العين. فانا هقوم جايه مثلا عامله لو انا عندي شكل دوريه اقوم جايه عاملاها، او مش عندي هبدا مثلا اعملها كده بالشكل ده وكده مثلا، وابدا اطلع من الجزء ده كده كده مثلا شكل دوريه. بس معلش بقى عشان كانت مش مقصوصه اهي، هحاول اظبطها لكم. مثلا هاخد دوريتين، هعمل دوريتين للعين، تمام كده اهو. مثلا كده اخد الشكل ده كده اهو هنا، واخد كمان انا قصة واحدة اهي مثلا هنا كده. عملت الدوريتين دول تمام. هعمل معاهم ايه؟ انا بقى السهل بالنسبة لي ان انا هعمل بمسدس الشمع، يعني كده احطهم هنا مثلا كده كده، واخد برضو هنا كمان بالشكل ده اهو كده تمام. وبعدين هجيب بقى الايه، هجيب رموش بتاعتي انا مقطعاها شكل رفيع، شكل رفيع خالص، خطوط رفيعة. يعني هجيب القماشة كده بالشكل ده مثلا، وهاخد من هنا الخط ده، همشي كده خط طوالي كده كده اهوت مثلا، واقوم جاي قصاه، واقوم جاي قصاه اتنين كده كمان. يعني اشوف المساحة اللي عندي قد ايه. مثلا هاخد المساحة دي اهو، شايفين كده. فانا هبدأ اعملها هنا بقى، هقوم جاي لازقاها هنا كده، اعمل هنا خط كده ارفع ديت هنا بالشكل ده، واقوم جاي رصاها كده، شايفين اهو كده. احط هنا نقطة شمع صغيرة عشان تثبت معايا. هاجي الناحية التانية برضو نفس الكلام، هاجي من هنا برضو اعمل نفس الكلام زي ما انتوا شايفين كده اهي. ماشي اهي. بعد كده هعمل ايه بقى؟ بعد كده هجيب مثلا دوريات صغننة بقى، اصغر بقى في الدوريات بتاعتي. يعني شايفين انا قصيت كام دورية صغيرة ازاي، صغيرين، واقوم جايه حطاهم هنا كده مثلا. اعمل هنا دول مثلا كده اكبر، فاصغر فاصغر مثلا بالشكل ده كده مثلا. في واحدة هنا كمان اهي كده، واقوم جايه لازقاهم بقى كده اهو. لو انا عايزه الغي الدوريات ديت، يعني بدل ما احط مثلا الدوريات دي، ممكن اعمل شكل قلب اسمر كده، واقوم جايه حطاه هنا. يعني اعمل الشكل ده يعمل الشكل ده زي ايه ما احب يعني. والقلوب كلنا طبعا بنعرف نرسمها. طبعا هنا كده اظرف
كده كده. تمام. اقوم جايه عامله برضو عايزه اعمل بقى هنا فيونكه هنا صغيره مثلا، اقوم جايباها هنا. ولا الاول نعمل شكل البوق بتاع ثواني. هجيب القماشه دي الاول كده، قماشه الجوخ دي مثلا، هعمل هنا بني او اسود زي ما انا عايزه اللون. بس هو بصراحه مش متوفر عندي اللون الاسود، فهبدا اعمله بني. ماشي. هجيب كده، هدمجها كده نصين، واجيبها مدوره كده من هنا كده كده، من هنا كده، واعملها شكل دوران كده بالشكل ده كده. بس انا اظبطها بقى شويه بالشكل ده، واجيب دي مدوره كده سنة زي ما انتوا شايفين كده. تبقى عامله شكل طبق بس، وتنحط هنا. شايفين اهو. نحطها هنا، احطها بقى بالبني او بالاسود زي ايه ما انا عايزه. بس هو بصراحه الاسود انا كنت عايزه اعمله بالاسود، بس مش عارفه خلص تقريبا يعني. وهاجي اعمل شكل قلب. يعني بصوا اعمله ازاي علشان تبقى، لو انا عندي قماشه زي كده وعايزه اعمل شكل قلب مثلا، هتنيه كده نصين. ماشي. وهاجي من هنا اطلع هنا كده مثلث من هنا كده، وامشي كده، واجيبه بدوران كده، امشي مع او ارسمه. يعني انا بتكلم لو انا عايزه اقصه على طول. تمام. انا طبعا عامله شكلين هنا، عامله بقى الايه بالاصفر بالاصفر والاحمر. هعمل هنا كده، احط هنا كده شكل قلبين كده مثلا قصاد بعض. ده قلب اهو، واقوم جاي حطاه مهم. وهنا برضو كمان بالشكل ده. تمام قصاد بعض. طب واعمل ايه تاني؟ هقوم جايبه برضو الاصفر، انا قصه منه قلب صغير كده، احطه برضو هنا كده بالشكل ده. وهنا كمان كده. ومثلا جايبه ايه دوريه سمرة كده صغيره كده اهوت، اقصها معاكم ثواني كده اهو. واقوم جايه حطاها هنا مثلا بالشكل ده اهو. نقص الحته الزياده دي كده. مهم. طبعا يا رب الفكره تكون عجبتكم. فكره سهله وبسيطه جدا، وكتير بيحبوها دلوقتي في البيت، والاطفال كمان بيحبوها جدا. طبعا لو الفكره عجبتكم، لايك وشير لاصحابكم، وشكرا ليكم.